ذكرتم أن الإسلام يقود الحياة. فاليوم إذا ننظر إلى الواقع المعاش نشوف أنه ليس أن الحياة أكل ونوم وكذا. نشوف أين الإسلام من التقدم الفكري وأين الإسلام من التقدم الاقتصادي ومن ذن الأمور. المشكلة تحصل اليوم بعض يسلط الضوء على حاضر الإسلام اليوم ويقارنه بالغرب ثم يخرج بنتيجة أن الغرب متقدم والإسلام متأخر. هذا غير صحيح. تاريخيا فترة طويلة جدا الدولة الإسلامية كانت مزدهرة علميا فكريا اقتصاديا. الخلل السياسي من يوم الغدير واضح أنه انحرفوا عنه. كان تقدم إسلامي. اليوم الغرب يعترف أن الفضل الأول في التقدم العلمي هو للمسلمين. كتاب معروف لمستشرقة لعل اسكتلندية شمس العرب تشرق على الغرب. تذكر كيف استعمل الغرب اكتشافات المسلمين وكتب المسلمين للتقدم. نعم هم أكملوا في طريق التقدم ونحن بقينا في مكانه. مهم جدا أن نميز بين الإسلام والمسلمين. الإسلام أثبت أنه عنصر محرك حضاري، والدليل النبي صلى الله عليه وآله لما بعث في تلك الجماعة المتخلفة تلك القبائل المتناحرة حولهم إلى أمة قوية. فالإسلام محرك حضاري. المسلمون فشلوا. فشل المسلمين لا يعني أن الفشل راجع للإسلام. هذه قضية مهمة لابد أن نميز بين الأمرين بعيدا عن الجواب الأول أن لا الإسلام فترة كان متقدم. فشل المسلمين لا يعني أن الإسلام فاشل. ونحن كشيعة نحن مشكلتنا مع باقي المسلمين في التطبيق أن الطرف الآخر حرف الإسلام عن المطبق الشرعي له وهم أهل البيت عليهم السلام.